5 اخطاء اوعي تعمليهم في اخر اسبوع في رمضان، علشان ما اسالي مجرب وما تنهاريش. اوعي تنهاري، يا ما انهارت سنين طويله جدا يا جماعه. كنت باجي بقى على اخر اسبوع ده واهلك نفسي هلكه ما بعدها هلكه. عايزه اقول لكم كنت بقلب الشقه وورايا الصلاه وورايا الاكل وورايا شراء لبس العيد وورايا عمل الكحك والبيتفور والغريبه والحاجات الحلوه ديت والبسكويت. طبعا مأساة. مرة بيشوفني يا جماعة، دي قناة اسأل مجرب مع نرمين، جاية بقول لكم كل تجارب حياتي اللي أنا مريت بيها عشان أختصر عليكم وقت ومجهود. اللي يشوف الفيديو يحط لايك ويقول لي رأيه في الكومنتات. أنا جايالك قبل الانهيار علشان أنا جربت قبلك وانهارت، فمش عايزاكي تنهاري خالص خالص خالص. نعمل إيه ونبدأ إزاي ونلم آخر أسبوع في رمضان إزاي؟ طبعا آخر أسبوع ده معناه لبس عيد، معناه تنظيفات، معناه عبادات، معناه كحك، بسكويت، بتفور، غريبة، سابليه، الحاجات الحلوة بتاعت العيد دي ونواعم العيد وحلويات العيد. قبل ما ابدأ معاكم، في الأول كل سنة وانتم طيبين. رمضان عدى هوا وداخل علينا العيد بفرحته، ودي يعني التسلية الوحيدة لينا واللي بتهون علينا ان رمضان خلص، دخلت العيد علينا وان احنا بنصل رحمنا في العيد وطقوس العيد بتاعتنا الجميلة. العيد فرحة، افرحوا وفرحوا ولادكم. طب ايه هي الاخطاء اللي كنت بقع فيها في الايام اللي قبل كده وجايه النهارده عشان اقولك تفاديها؟ ولازم تسمعي الفيديو ده للاخر. اول غلطه ان انا كنت بعمل كميات الكحك والبسكوت والبيتفور كميات كبيره. يعني انا علشان اعمل لازم اعمل ليا وادي لغيري وادي لغيري وادي لغيري. ادي بس دوقيهم، مش تدي كميات علشان وقتك ومجهودك. طب اعمل ولا اشتري جاهز؟ والله لو انتي تقدري تعملي كيلو تحسسي ولادك بالفرحة وتحسسيهم بطقوس العيد وتربطوهم كده بعادات وتقاليد زي ما احنا اتربينا وذكريات حلوة بينك وبينهم، اعملي كده. طب لو انتي ما عندكيش وقت خالص، اشتري، بس اشتري على قدكم. يعني كيلوات، كيلو بسكويت، كيلو كحك، كيلو بيتفور اللي انتوا بتحبوه، ومن غير مغالاة. يعني صدقوني يا جماعة في النهاية والله لو حد سعره متوسط وصنعته كويسة هاتوا منه، بلاش البهرجة والمحلات الغالية والحاجات دي، ووفروا، والفرق في الفلوس هتقدري تعملي بيه أي حاجة تانية في الأيام اللي احنا فيها دي. ده عن تجربة، هتقدري تشتري بيه حاجة زيادة، لبس عيد، مش عارفة، طرحة، أي حاجة. تمام؟ دي نقطة. النقطة التانية التنظيفات العميقة. يعني إيه تنظيفات عميقة؟ طب ما احنا طول عمرنا وطول السنة عندنا أوقات بنعمل فيها تنظيفات عميقة. يعني مثلا أنا يعني بهد حيلي في سجاد، في ستاير، في تحت انتريه، في ورا جزامة، ماشي يا جماعة، في تحت السرير، ماشي، بس الشقلبة دي ما تجيش في الوقت الضيق ده. يعني انت شوفي الريسبشن اللي هو هتستقبلي فيه الناس ده خليه A1. عندك سجادة نظيفة حطيها، السجادة محتاجة تتغسل، شوية كربوناتو كده وعلى الناشف، ممكن تعمليها حل مؤقت وتنشريها كده على البلكونة تتهوى وبعدين تحطيها. مش لازم لو ما عندكيش وقت تبعتي مغسلة، الوقت بأزف وضيق، اعمليها كده على الناشف وهي مفرودة، والحتة البقع اعملي عليها ببيكربوناتو وكلوروكس ألوان، هتبقى زي الفل، هتبقى زي الفل، وملح ليمون، ودي عن تجربة. تمام؟ طيب النقطة التانية بقى ايه؟ الستاير. الستاير بتاعتك لو فاتحة نزليها، اعملي شطفة كده وعلقيها تاني لو هي متوسخة قوي وشكلها مش نظيف. لكن لو هي كويسة ويمشي الحال خلاص يا جماعة. وبعدين انت حسب ما انت ظروفك ايه. يعني انا مثلا واحدة ما بقضيش العيد في البيت، مش لازم اهدي روحي بقى. طب انت بتقضي العيد في البيت وبيجيلك ناس وكده، اعملي يعني روح كده في الشقة اقل الامكانيات واقل المجهود، هيديكي ايحاء كده بالايه، بالعيد وفرحه العيد.
يعني الحتت المكشوفه، تنظيفات الانتريه يكون نظيف، الكلام ده كله. مفرش حلو كده على السفره. وبلاش بقى ان انت والحمام تنضفيه، المطبخ برضه يكون رايق. بلاش تقلبي الدنيا في الايام الزحمه دي وتدخلي العيد وانتي عظمك مكسر وظهرك واجعك ومش عارفه كل. طيب ايه تاني؟ والنصيحه التالته، لبس العيد في الزحمه دي لازم ان انتي تنجزي. يعني انجزي. لو انتي مثلا تقدري تروحي بالنهار في وقت رواق كده الصبح، روحي اول ما المحلات تفتح، عشان بالليل هيبقى زحمه جدا. وبعدين انت لازم تبقى عامله لسته باللي انت هتشتريه قبل ما تنزلي، عشان تركزي مجهودك ووقتك، ما تضيعيش وقت ومجهود. تمام. يفضل طبعا تاخدي ولادك معاكي علشان يحسوا بالفرحه وببهجه العيد. لكن انجزي، نصيحتي ليكي وتجربتي، انجزي، ما تضيعيش وقتك طول النهار والليل الاسبوع ده في المشتريات. انا رايحه اجيب مشتريات، راجعه اجيب مشتريات. ولو تقدري ان انت بعد كده تبقي تجيبي الحاجات دي يعني قبل كده يبقى افضل، ان الحاجات دي يا جماعه بتاخد وقت ومجهود كبير جدا جدا جدا. رابع نصيحة ليكي، ما تضيعيش وقتك في الأسبوع ده في المطبخ خالص. اللي تقدري تستسهليه وتعمليه اعمليه. اعملي أكل يومين ورا بعض، اعملي أكل 3. اللي تقدري تشتريه مثلا وتعمليه على السريع سريع كده اعملي. ما تطبخيش أكل كل يوم كل يوم كل يوم، لا خليها كل يومين. وفري وقت، وفري وقت تعملي فيه مصلحة تانية. عندنا حاجات كتير مضغوطين في آخر الأسبوع ده. وعن تجربة أنا بقيت باخد المواضيع دي بأريحية شديدة جدا، بس بعد سنين انهيار وبعد سنين عذاب. فخلاص أنا بدأت أحل المشاكل اللي كنت بقع فيها قبل كده، عشان ما عادش عندي طاقة إن أنا أكرر الأخطاء كل شوية. فحابة أنقل لكم برضو التجربة دي. خدي العيد، دخلت العيد عليكي ريلاكسيشن كده، وما توتريش نفسك، وخدي الأمور بالراحة. ولو في حد من الولاد كبير يقدر يروح يجيب لنفسه حاجته يروح، بلاش انت موجوده معاه. لو الصغيرين انت لازم تروحي معاهم، وهكذا. فبنتكلم في نقطه المطبخ دلوقتي، ان انا بعمل اكل سريع، صينيه مكرونه بشاميل، مش عارفه، صينيه جلاش بس مش جنبها حاجه، وشويه سلطه وخلاص. اكله تقعد يومين، اسلق لحمه تقعد يومين، مش عارفه، فراخ اخليها باليومين، صينيه بطاطس بالفراخ كده تكفيني يومين، وهكذا. فاهميني؟ الحاجات اللي هي السريعه اللي تنجزني في الوقت وتوفر لي مجهود. كل ما قدرتي توفري مجهود كل ما كان افضل. تمام. النقطه الاخيره بقى العبادات. العبادات انجزيها برضو، مش في يعني ايه وانت بتعملي الاشغال اللي فاتت دي كلها، انت بتستغفري، بتسبحي، بتقولي الاذكار بتاعتك، بتقولي ورد قراني، بتدعي ربنا، بتعملي الحاجات دي كلها في وقت واحد، بحيث ان انت ما تاثريش في العبادات بتاعتك. الصلاه حاولي تكون بقدر الامكان في وقتها. حاولي ان انت تصلي التهجد، تصلي التراويح، تدعي ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا. يبقى انت كده لميتي دنيتك وما وترتيش نفسك، ما انهارتيش. لان معظم الستات دلوقتي هتلاقيهم قاعدين في البيوت منهارين واقعين من طولهم كده. لا يا جماعه، بالراحه على نفسنا، وان شاء الله كل حاجه ليها حل. لو انت حتى نظفت التنظيفات العاديه على ما فتره العيد تعدي والدنيا عندك شكلها حلو ونظيف، خلاص ايه المشكله؟ دي كانت نصيحتي لكم عن تجربة. ال5 أخطاء دول كنت دايما بقع فيهم، ودايما كانوا بيوتروني، ودايما كانوا بيخلوني داخل العيد بصراحة مش فرحانة، وطالعة من رمضان حاسة إني مقصرة في حاجات كتيرة جدا. فنصيحة مني يا جماعة، سددوا وقاربوا، وما ما توصليش نفسك لمرحلة الانهيار. بحبكم جدا، ويا رب الفيديو يعجبكم، وعام سعيد وعيد سعيد عليكم، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم. بحبكم جدا جدا جدا، ومع السلامة.